هناك نظرية تقول إن أصل الإنسان قرد، ثم بعد ذلك حصل له تطور حتى أصبح إنسانا، فما حكم الشرع في هذا القول حيث إنهم يسمونها نظرية داروين؟ هذه النظرية تعتبر كفراء. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بل الآيات القرآنية في خلق آدم وماذا، وهكذا أيضا الأحاديث أن آدم كما في صحيح مسلم عند أن نفخ فيه الروح، عند أن كان من الطين كان يمر به إبليس ويراه أجوف فيطمع فيه. وماذا، وهكذا أيضا في الصحيحين أن الله خلق آدم ثم لما نفخ فيه الروح قال له: اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فالقصد أن هذه النظرية تعتبر كفرا، والله المستعان، وحرام أن يدرسها أبناء المسلمين.